السلام عليكم. أهلا يا سكر، أهلا فيكم على فيديو اليوم. معكم بيان ورجعت لكم بفيديو جديد. إذا كنتوا أول مرة عم تشوفوني بتمنى من كل قلبي هيك تشوفوا الفيديو للآخر وتشوفوا كمان فيديوهاتي، ولو عجبتكم القناة اشتركوا بقناتي وتفعلوا هيك زر الإشعارات ليصلكم كل شي جديد، وإن شاء الله يا رب هيك رح كون عند حسن ظنكم. اليوم رح صور لكم هيك نهار العطلة، رح حاول صور لكم قد ما فيني، وبآخر النهار هيك رح أعمل معكم سفرة طيبة لعائلتي، هيك رح فاجئهم فيها. فهيك تابعوا الفيديو للآخر وإن شاء الله تستمتعوا معي. وأكيد نهار العطلة بدون قهوة ما بيمشي حاله، خصوصا مع جوزي هو والقهوة كتير رفقات صراحة. فبتحسوا سبحان الله ريحة القهوة لما تفوح بالبيت بتخلينا نصحصح، وعن جد كتير حلوة صبايا. أنا صح ماني كتير صحبة أنا والقهوة مثل ما جوزي بحبها وكتير ناس بيحبوها للقهوة، ولكن إنه هيك ريحتها بالبيت على الصبح بحسها بتعطي تفاؤل، خصوصا إذا كانت هيل إكسترا. وبدي أقولكم شغلة صبايا، أنا دايما أول ما أجيب القهوة بحط لها هيل من عندي، حتى لو كانت هيل إكسترا كمان أنا بضيف لها هيل من عندي. بحب ريحة الهيل بالبيت على الصبح مع القهوة، بتحسوا عالم تاني، يعني أحلى من ريحة المعطرات، وأحلى من ريحة الزيوت العطرية، وأحلى من ريحة كل شي. خلص ريحة فنجان القهوة تبع الصبح عالم تاني. فإذا أنتوا صبايا من النوع اللي بيحب القهوة بنصحكم تجربوا إنه تحطوا لها هيل مطحون، وإذا ما عندكم هيل مطحون وقت اللي بتغلوا القهوة حطوا حبات هيل معها بقلبها، وشوفوا النكهة والريحة قديش هيك حلوة وبتشهي. وخلال طقوس القهوة هلأ أنا وياكم رح نفتح موضوع، رح ندردش مع بعض، وهيك رح أحكي لكم شوية شغلات. بس بدي منكم إنه تكتبوا لي اليوم بالتعليقات سؤال، أي سؤال بيخطر على بالكم، وإن شاء الله بكل فيديو من الفيديوهات رح جاوب على سؤال، أو حتى يعني مو سؤال، ممكن تكتبوا لي شغلة حابة إني أحكي فيها. أي شيء أنتي حابة إني أفتحه بالمرات الجاية هيك موضوع، اكتبوا لي تحت بالتعليقات، اقترحوا علي أفكار ومواضيع نحكي فيها، وإن شاء الله هيك بالفيديوهات الجاية كل مرة هيك رح أختار أحلى سؤال أو أكتر سؤال هيك بحسه إنه خرج إنه هيك نفتح عنه موضوع، ولح هيك رح أسرد فيه. فهلأ اليوم موضوعنا أو حديثنا رح يكون عن شغلة كتير مهمة صبايا، مع إنه كتير ناس ما بتعملها. يعني هي الشغلة على قد ما أنا مهمة، على قد ما إنه في كتير ناس ما بتعملها. المرة الماضية حكيت لكم عن الملل، المرة هاي رح أحكي لكم عن شي تاني عن جد كتير حلو بيكسر الملل منه، ومنه كمان هيك بيزبط هيك روتينك، بيزبط أوقاتك، بيزبط أيامك، والأهم إنه رح يزبط مزاجك. شو هو إنه بدي أقولك اليوم بظل عجقة الحياة، وبظل كل الظروف اللي انتي هلا عم بتمر فيها، سواء كنتي طالبة ولا كنتي أم ولا وين ما كنتي ومين ما كنتي، وقد ما كان عندك مسؤوليات وواجبات وهموم فوق راسك، لا تنسي تستمتعي. عن جد صبايا، هي الفكرة أو هي الجملة يمكن هيك حتحسوها عادية، بس هيك تعمقوا فيها منيح ورح تفهموا قصدي. لا تنسي تستمتعي، لا تنسي تنبسطي باللحظة اللي هلأ انت عايشة فيها. يعني عم تشربي فنجان القهوة، انبسطي وانت عم تشربي فنجان القهوة. عم تاكلي أكل طيب انت طابختي، انبسطي وانت عم تاكلي الأكل. لا تضلي معجوقة بحالك، بدي أعمل هيك وبدي أعمل هيك وبدي أعمل هيك. أنا من النوع اللي بضل معجوقة، يعني بكتير أحيان بتلاقوني عم بعمل شغلتين وثلاثة مع بعض. فمرت فترة طويلة من حياتي على قد ما عندي مسؤوليات وشغلات براسي، بحس حالي دايما عم بركض، يعني عم بركض من شغلة لشغلة، بدي أعمل هيك وأعمل هيك وأعمل هيك، ويخلص النهار وبعدني ما خلصت كل شي. وبأكد لكم ما في حدا منا بيقدر يخلص كل شي، إلا إذا كانت الشغلات اللي هو كاتبها أو اللي هو محددة ليومه مانا كتير كتيرة، يعني مانا مسؤوليات تقيلة عليه. فبدي قلك إنه عن جد لا تنسي تنبسطي باللحظة اللي انت عايشتيها هلأ. بعرف إنه عندك هموم وعندك واجبات وعندك مليون قصة براسك، بس لا تنسي تنبسطي هلأ بهاللحظة. يعني مثلا انتوا هلأ عم بتشوفوا هذا الفيديو، لا تنسوا تنبسطوا وهيك تستمتعوا بهي اللحظة، وقت لحالك لحتى تشحني طاقتك. وهي هي الفكرة من انك تستمتعي
وإنك تنبسطي بشغلات بتخصك انتي. اشحني طاقتك لحتى تقدري تعطي اللي حواليكي طاقة هيك تكون حلوة، لحتى تقدري تعيشي ولادك بجو حلو. طالما انتي مشلوشة بمليون قصة مع بعض، صدقيني لا رح تنبسطي انتي ولا اولادك رح يكونوا مبسوطين ولا اي حدا حواليكي رح يكون مبسوط. وتأكدي انه هن كمان ما رح يقدروا يعطوكي شي حلو ولا رح يقدروا يبسطوكي. يعني هيك الطاقة كلياتها اللي حواليكم رح تكون مكركبة. هي اللحظة بالذات من اللحظات اللي ما بقدر انساها، هيك محفورة بذاكرتي ورح تضل معي. ما بعرف هيك بحس لانه كان الجو مع كل شي حوالينا كتير حلو. فهون عم بعمل هيك عدة أشكال هيك أكلات سريعة. بالغالب ما بناكلها بالبيت، يعني أغلبهم ما صحيين بصراحة. بس اليوم هيك حابة إني أكسر الروتين وأعمل شي هيك سفرة حلوة ولطيفة. فأول شي هون مثل ما نكون شايفين عندي الكيك السادة اللي بيجي مقطع من النص وفيكن تحشوه. فجايبة 2 أنا، كيك عشوكولا وكيك سادة فانيلا. وهون عم بحط الحليب وعم حط الكريمة الدريم ويب، رح اخفقهم كتير منيح. صبايا انا من النوع اللي ما بحب طعمة الكريمة بالكيك ابدا، يعني ما بحب حس حالي عم باكل كريمة، ولا بحب الكريمة تكون كتيرة يعني بالكيك. فشو اللي بعمله من الشغلات اللي بعملها اني بحط مع الكريمة بودينج. بعد ما اخفق الكريمة وخلص يعني بتصير جاهزة عندي، شو بساوي؟ بجيب عندي بودينج. مثلا اذا كانت الكريمة بيضة بيكون البودينج كمان بالفانيلا، وبحط شوي من هاد مع شوي من هاد حسب قديش السماكة اللي بدي اياها او القوام اللي بدي اياه بالاحرى. وبعدين بصير بحشي فيه وكتير طيب صبايا. الناس اللي مثلي ما بتحب الكريمة تجربوا، رح تطلع هيك طعمته اطيب. فعن جد جربوه كتير كتير بنصحكم فيها لهي الشغلة. واذا كانت مثلا الكريمة على شوكولا فيكم تجيبوا البودينج كمان على شوكولا. إذا كانت على فريز كذلك الأمر، أو أنتو حسب شو بتحبوا تخلطوا تعملوا ميكسات مع بعض بيطلع. اما هلا فخلينا نرجع لموضوعنا. مثل ما قلت لكم، انت لما تشحني طاقتك رح تقدري تعطي طاقة حلوة للي حواليكي. انا هذا الكلام اللي عم بحكي لك يا بدي ذكر حالي فيه واحكي لك يا الك وذكرك فيه، لحتى عن جد هيك كلياتنا نحاول ما نشد على حالنا ونكلف نفسنا فوق طاقتها. عن جد لا يكلف الله نفسا فوق طاقتها. فهي لحالة بتأكد لنا انه عن جد نحنا خلاص لازم نهدى ونكن. إذا كان ما عندك روتين معين بحياتك، حاولي تعملي روتين هيك بسيط. أكيد ما في شيء اسمه روتين أنا كل يوم أعمل نفس الشغلات وكل يوم أعمل نفس التنظيفات
لا لا لا، ما في هيك شيء. ولكن حاولي كل يوم انك تكتبي لبكرة 3 شغلات اولويات يعني لازم تعمليهم وكتير مهمين، لحتى ما تضلي هيك مانك عرفانة من وين تبلشي. فانت اعملي 3 شغلات، 3 اساسيات مثلا بكرة انا بدي اعملهم. جربي اليوم رح تقدري تعمليهم، ما يكونوا كتير صعبين، ومرة على مرة رح تلاقي حالك خلاص هيك زبطت امورك، صارت الحياة اسلس. وعن تجربة هذا الحكي، انا كنت انسانة يعني هيك ببداية حياتي الزوجية مثل كتير بنات مثلي، مثل أي إنسان طبيعي، ماني عرفانة كيف إني نظم وقت البيت مع وقت الأولاد، مع وقتي الخاص، مع إني أعتني بحالي، كلهم هيك مع بعضهم ما كنت أعرف يعني ما بعرف كيف بدي بلش فيهم. وهذا الشي كتير طبيعي صبايا، خصوصا إنه أنا لما كنت عند أهلي يعني كنت كتير مرتاحة، يعني ماما كانت متحملة كل المسؤولية، فما كان علي كتير شغل وما كان علي يعني كتير واجبات. فبحس انه في كتير صبايا مثلي، لهيك انا عم لك حاولي انك تعملي روتين لإلك، هيك روتين بسيط وما يكون كتير هيك انه صعب، لانه عن جد ما في شي مستاهل. الحياة ماشية ماشية، واللي رح يضل لكم بهاي الحياة هي الذكريات الحلوة اللي انتم بتصنعوها مع اولادكم، مع عيلتكم، مع حالكم. وهي اهم نقطة، انت اهتمي بحالك لحتى تقدري تهتمي بغيرك، ولحتى غيرك يقدر يهتم فيكي مثل ما انت بتحبي. اهتمي بحالك بالطريقة اللي بتتمني الناس يعاملوكي فيها، تعاملي مع حالك. وهذا هو السر بكل اختصار. انا بتمنى احكي لكل صبية بشوفها، لانه كنت متمنية حدا انه يحكي لي اياه، او يمكن حدا حكى لي اياه بس انا ما كنت افهمه. هلا افهمته وبلشت اعرف طبقه. واذا بتحبوا ان شاء الله هيك بفيديوهات جاية بحكي لكم كيف انه الوحدة بتبلش تطبق هي الشغلات، كيف تهتمي بحالك وتهتمي ببيتك وتهتمي بعائلتك وتعملي روتين هيك بسيط يناسبك. وهلا بنرجع لكيكتنا اللي عملته هون. اول شي حطيت طبقة من الكيك اللي بشوكولاتة، غطستها بشوية حليب، الحليب حاطط له شوية فانيلا هيك بتطلع طعمته اطيب. وبعدين حطيت الكريمة، برجع بحط طبقة تانية باللون الأبيض، بعدين برجع بغطسها بشوية حليب، بعدين بحط كريمة، برجع بحط طبقة من الكيك اللي بشوكولا، بغطسها بشوية حليب، بحط كريمة، وآخر شي مثل ما شفتوا حطيت طبقة بيضة كمان هيك بغطسها بشوية حليب وبحط عليها الكريمة. وهلا رح حاول اتفنن فيه وزينه هيك على كيفي بدون لا مواد ولا اشياء احترافية، هيك بس بالمعلقة. فما بعرف هيك طلع معي هذا الشكل، وبالاخر حسيته والله حلو يعني ما فيه شي. كمان ما خطر على بالي شي او ما كان عندي شي الا هذا البسكوت. فشو عملت فيه؟ كسرته منيح وصرت هيك احطه على الاطراف مشان ما يبين انه هيك الاماكن اللي ماني عرفاني احط الكريمة فيها. فهيك حطيته على الأطراف. وبعدين عندي هدول هيك حبات التوت اللي بيجوا مثل الجيلي هذا اللي بيشتروه الولاد الصغار، فصرت حطه هيك على الأطراف. وبعدين حطيت مربى فريز بالنص، كمان عمل حركة حلوة، وحطيت شوية شوكولا بالآخر. وهي هي النتيجة النهائية. اكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات. هون صبايا كنت حطيت الكيك بالبراد، وعملت برجر، وعملت كمان هيك بركة ب سبانخ وجبنة، هدول بيجوا موجودين بالماركت، أي ماركت تركي بتلاقوهم كتير مشهورين هون عند الأتراك. وكمان عملت هيك هي الأكلة أكلة حلو. هلأ ما صورت لكم البرجر ولا صورت لكم هي الأكلة، لأنه أول شي البرجر موجود على قناتي، وهي الأكلة ما صورتها لأنه هيك بدي هيك أعمل لها فيديو لحالها لحتى فرجيكم إياها بالتفاصيل، وما بدي طول هذا الفيديو صبايا. فإن شاء الله بفيديوهات جاي رح صور لكم. هلا بدي لكم شغلة بالنسبة للليزي كيك اللي آخر شي شفتوني قلبته، هذا أحلى شي إنك تحطي على وشه كاكاو خام، بيطلع كتير طيب وبتطلع نكهته أطيب، بس ما كان موجود عندي. هلا هون عم رتب السفرة. وبالنسبة كمان للبرجر رح أترك لكم الرابط اللي عملت فيه من قبل هيك تحت بالتعليقات، فيكم تروحوا تشوفوا الطريقة. وهيك حطيت شغلات من عندي من البيت، وكمان كان في معمول بقشطة جايبه جوزي، أنا كتير بحبه صبايا، حطيتهم هيك كلياتهم مع بعض، حطيت الحلو والمالح وكله مع بعض بس لهيك قلن ترتتا. تفضلوا شوفوا المفاجأة اللي عملت لكم إياها.
وكان هو يوم مميز بصراحة، كان في هيك مناسبة حلوة على قلبي. وبس هيك صبايا، يعني هذا كان كل شي عملته بهذا اليوم. كتير انبسطوا، يمكن شغلات تشوفوها كتير بسيطة بس والله هيك بتبسط. هلا هون عم قطع الكيك معكم، وبدي لكم صبايا انه هيك وصلنا لنهاية اليوم ونهاية الفيديو لليوم. بدي احكي لكم انه هذا الفيديو صار له مدة مصور عندي، قديم صراحة، قديم كتير. المفروض كان نزل اليوم فيديو النتيجة النهائية لديكور المطبخ، وهي الاشياء اللي هيك اخر شي جبتها. بس كان في نقص بالشغلات اللي كنت موصية عليها من ترنديو لحد الان ما وصلتني، فعم بستنى لحتى يصلني كل شي مع بعض ورتب كل شي مع بعض وتطلع هيك النتيجة كاملة، يعني مثل ما بدي بالآخر بالمطبخ. فإن شاء الله يا ربي هيك الفيديو الجاي بإذن الله رح حاول قد ما فيني إني نزلكم الديكور النهائي للمطبخ، فترقبوا، فعلوا زر الإشعارات صبايا. هلأ صار لازم إني ودعكم. حاولت إني ما أقطعكم، يعني هذا الفيديو عندي يا قديم صراحة، كتير قديم. حاولت إني ما أقطعكم ونزل هذا الفيديو، وبدي إياكم هيك تكتبوا لي بالتعليقات كومنتات حلوة مثلكم. واكيد اكيد ما تنسوني من دعوة حلوة، وان شاء الله يا ربي هيك الكم المثل. انبسطوا كتير بحياتكم، ايامكم حلوة وسعيدة ومليانة بالخير والبركة يا رب. هلأ صار لازم الكم مع السلامة وتصبحوا على خير. باي باي.